صلى الله عليه وسلم قبل أن تفرض عليه الفرائض وقبل أن تشرع الشرائع كان يذهب إلى غار حراء يختلي بنفسه ويتأمل ويتدبر وهو يعلم أن الله واحد لا شريك له. كان يفر من عقيدة الشرك التي كان عليها قومه إلى الفطرة، يتأمل ويتدبر وينظر في ملكوت السماوات والأرض في غار حراء. فنزل عليه جبريل، أول ما أمره بماذا أمره؟ قال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يكن يعلم. فأول ما وجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ. القراءة واجبة على كل مسلم، فإذا كانت القراءة واجبة على رسول الله فهي على غيره أوجب. أنا أقول هذا الكلام لأني أصبت صدمة عنيفة كما أصيب الشعب الجزائري بصدمة عنيفة. يعني برلمانيين في البرلمان الجزائري يصرح لما يسألوه ما هو آخر كتاب قرأته وش يقول؟ كليلة ودمنة. كليلة ودمنة كناو يديرنا تشريعات في البرلمان. كليلة ودمنة. واحد آخر سقساوه ما هو آخر كتاب قريته؟ ألف ليلة وليلة. ألف ليلة وليلة كناو يجي يديرنا تشريعات وقوانين. واحد آخر يسقسيوه آخر كتاب قريته؟ يقول لهم عندي عامين. واحد طه حسين. وحدة برلمانية ما هو آخر كتاب قريته؟ كتاب تاع وليدي. واحد آخر كتاب قريته كتاب الله. يعني هذه أجوبة شريحة من البرلمانيين عليهم أن يتعلموا القراءة والكتابة. كيف ما تقراش؟ كيف ألف ليلة وليلة؟ تستهزئوا بالشعب، تتمسخروا بالأمة. طالع للبرلمان بألف ليلة وليلة، رايح للبرلمان بكليلة ودمنة، تمسخروا بالناس. اتقوا الله. لابد البرلماني لابد أن يقرأ كل المعارف ويعرف كثير من اللغات فضلا عن اللغة العربية، وتكون عنده مكتبة خاصة. يا أخويا ما تعرفش تقرأ، دير مكتبة صوتية. كاين الآن أجهزة تقرأ لك، ولكن عيب وعار الشعب ينتخب على الناس وما نسمعوا في التلفزة أن آخر كتاب قرأه كليلة ودمنة. كليلة ودمنة وألف ليلة وليلة وطه حسين. يعني رايح انت للبرلمان طه حسين، واش تدير في البرلمان بكليلة ودمنة وألف ليلة وليلة؟ هذا استهزاء بعقول الناس واستحمار لعقول الناس واستغباء لعقول الناس. البرلمان للتشريع لابد تكون على اطلاع على كل أحكام الشريعة الإسلامية وعلى كل ما جد من الاجتهادات وعلى كل المصنفات التي لها علاقة بالتشريع. وإلا خلي عندك كليلة ودمنة وخلي عندك ألف ليلة وليلة، الأمة ما يش حاجة إلى هذا. يعني برلماني يسأل، يعني آخر حاجة شفتها يقول لك هذاك الفيلم تاع هذاك المصري اسمه عادل إمام. نحن لسنا بحاجة إلى عادل إمام، نحن بحاجة إلى إمام عادل. نحن لسنا بحاجة إلى عادل إمام، نحن بحاجة إلى إمام عادل. البرلمان روح انت اطلع له البرلمان بكليلة ودمنة. حسبنا الله ونعم الوكيل. الآن راهي حرب استراتيجية وحرب عالمية وحرب أفكار. إذا كنت ما عندكش الأفكار، أين كتب مالك بن نبي؟ أين كتب ابن باديس؟ أين كتب عشرات العلماء والمفكرين من قاع العلماء من قاع المفكرين؟ ما صبت غير ألف ليلة وليلة وما صاب غير كليلة ودمنة يروح للبرلمان. وبعضهم صرح صراحة أنه لم يقرأ كتابا في حياته. بعضهم لما قالوا له ولاد قال ما نقراش. والذي آلمني كثيرا وصدمني وصدم الأمة، برلماني يسأل ما هو آخر كتاب قريته؟ واش يقول؟ يقولوا احنا جينا نديروا السياسة، احنا ما نقراوش.
احنا جينا نديروا السياسة، والإنسان يدير سياسة بلا قراءة سياسة؟ هذه سياسة؟ جينا نديروا السياسة احنا ما نقراوش. أنا أطلب من رؤساء الكتل البرلمانية أفرضوا عليهم القراءة، وهذا اللي قال أنا عمري ما قريت، وهذا اللي قرأ كليلة ودمنة، وهذا اللي قرأ ألف ليلة وليلة، وهذا اللي صرح باللي هو يدير السياسة ما يقراش، وهذه المرأة اللي صرحت باللي هي تقرأ كتاب تاع بنتها تاع السنة الخامسة والسنة السادسة. هذا أفرضوا عليهم عقوبة. رئيس الكتلة يعيط له يفرض عليه يقرأ كتب من طراز كتب مالك بن نبي، لازم يتثقف ويرفع مستواه، وإلا كيف يشرع؟ عجيب والله. إذا كان رب البيت طبالا كان أهل البيت شيمتهم الرقص. إذا كان صاحب البرلمان ما يقراش، كيف حب الأمة تكون؟ كيف حب الأمة؟ ولكن لا نعمم، أقول لا نعمم. الحمد لله في البرلمان مثقفون وأساتذة ومهندسين وأطباء ومفكرين وأصحاب نظريات وكفاءات اجتماعية وكفاءات مالية، ولكن هذا الشواذ اللي عرفناهم وسمعناهم وصدمونا، عليهم أن يتقوا الله. روح اقرأ، ابدأ من جديد، ابدأ في اللوحة. حسبنا الله ونعم الوكيل. حبيت نجاوب في هذا